مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. طبعا انا اتأخرت عليكم شوية المرة دي، بس معلش كنت مشغولة. والنهاردة بصراحة راجعة لكم بموضوع مهم، علشان خاطر الفتنة اللي حاصلة في العالم كله، او في العالم العربي بس يعني. آه ان الناس ما بتاخدش بالها من صحتها، ان الناس بطلت العلاج، ان الناس وقفت كل حاجة علشان في فتنة بجد. كلنا متفقين طبعا ان احنا في بلدنا اللي بيقول حاجة مش ماشية معاهم بيتخلصوا منه، او مش متفق معاهم. يعني اي حد، سواء بقى بيطلعوه من بلد بيكرشوه او بيعملوا فيه اللي هم بيعملوه، طبعا انتوا عارفين. والفتنة دايما بتحصل في البلاد اللي الناس ما بيبقوش عندهم ثقة في حكومتهم، او عندهم ثقة في النظام بتاعهم. دايما كده، دايما البلاد اللي عندها ثقة في النظام بتاعها أو الحكم بتاعها أو الناس اللي قاعدين في الحكم عندها، بيبقوا ما عندهمش فتنة كتير. يعني أنا هحكي لكم على أيام الكورونا مثلا. أيام الكورونا هنا في النرويج، لما كانت الحكومة بتطلع مثلا في التلفزيون أو أعضاء الحكومة يطلعوا في التلفزيون يقولوا للناس مثلا لازم تاخدوا الفاكسين أو لازم تعملوا كذا أو لازم تعملوا كذا، فالناس كانت تسمع الكلام. يعني إحنا الفورنر كنا بنعترض، وكتير مننا كنا بنعترض، وكتير كانوا بيقولوا لا ده هم عايزين يموتونا، لا ده هم عايزين يعملونا، لا ده هم ما ينفعش، ده هم ما جربوش الفاكسين قبل كده على حد. بس انا لما كنت عايشة هنا، يعني في الفترة اللي احنا كنا موجودين فيها هنا، او الناس اللي كنت بشوف الناس اللي حواليا، فالناس كانوا مصدقين قوي وكانوا مقتنعين قوي باللي الحكومة بتقوله. اي حاجة الحكومة تطلع تقولها هم مصدقينها. علشان كده ما بيحصلش فتنة كتير ما بين الناس. وفي ناس كانوا موجودين، بس دول قليلين جدا جدا جدا، كانوا ضد الفاكسين وكانوا ضد ان هم ياخدوا الفاكسين وكانوا ضد ان هم ياخدوا اي حاجة من اللي طالعة يعني. وفي ناس بما ان هم ما صدقوش في الفاكسين، طبعا ربنا رحمهم. فده علشان الشعب النرويجي هنا بيثق في الحكومة بتاعته جدا، بيثق فيهم ثقة عمياء. دي حقيقة فعلا. يعني حتى لما بيطلعوا بحاجة هم ضدهم فيها، يعني لما يكون الحكومة تطلع مثلا بقرار معين والشعب ضد الحكومة، لما الحكومة بتشرح وجهة نظرها الشعب بيقتنع وبيوافق وبيمشي على التيار، لان هم عارفين ان هم بيعملوا كل حاجه لمصلحه الشعب، لان هم في الاخر 5 مليون. يعني هم مش عايزين يخسروا الناس. هنا بيحافظوا على الناس بكل الطرق. هنا كل مثلا 6 شهور او سنه يطلعوا في الاخبار يشوفوا عدد ال الاطفال اللي بتتولد في البلد قد ايه، وبيبقى عندهم حاله من الذعر لو لقوا ان كميه الاطفال اللي بتتولد في الفتره الاخيره قليله، علشان هم بيحافظوا على بلدهم، لان بلدهم فيها ناس قليلين ومش عايزينها تنقرض في الاخر. وانا هخش بقى في الموضوع اللي انا جايه فيه. الموضوع اللي انا جايه فيه اللي هو ان الناس هنا كمان، يعني الحكومه هنا كمان بتحافظ على ارواح الناس. ازاي بقى؟ يعني ارواح الناس هنا مهمه جدا جدا جدا. احنا عندنا هنا في البلد اللي انا قاعده فيها دي، الحكومه عندها اتفاقيه مع اليونيفرسيتي. الكلام ده من سنين كتير، يعني انا مش فاكره السنه بالظبط، بس هي اتفاقيه من سنين كتير، ان هم اي شخص في البلد معدي ال 40 سنه، او مثلا 40 50 60، يعني فوق ال 40 وانت ماشي، بيبعت لهم جواب، او بيبعت لهم على الصفحه بتاعتك على الانترنت بتاعت الهيلث كير. يعني كل واحد هنا له صفحه معينه زي اب كده موجود، وانت بتخش على الاب ده وتعرف الهيستوري بتاعك في الميديكال هيستوري، وان انت تاخد ميعاد مع الدكتور بتاعك، كل حاجه على الاب. فبيبعتوا لك على الاب بتاعك ميعاد معين، ان انت كنت من ضمن الناس اللي اخترناهم ان احنا نعمل عليهم مش ريسيرش، بس ان هم يعملوا لهم تحاليل لكل حاجه في الجسم، كل حاجه ببلاش من غير اي فلوس خالص. يعني هم بيبعتوا لك الجواب ده وبيدوا لك ميعاد، وبتروح هناك بيكشفوا على كل حاجه في جسمك، بياخدوا دم، وبيكشفوا على القلب، وبيكشفوا على عضلاتك، بيكشفوا على الماء، بيكشفوا على كل حاجه كل حاجه، بس كل حاجه عامه. يعني مفيش حد سبيشالست، بس كل حاجه عامه، وبيكشفوا على كل حاجه، وبيقول لك انت عندك كوليسترول قد ايه، وعندك مش عارف ايه قد ايه، وعندك ضغط قد ايه، وعندك كل حاجه.
وبعد ما بتخلص كل التشخيص ده او التحاليل دي او كل حاجه، بيختاروك ان هم يختاروا حاجه في جسمك معينه. انا معرفش بصراحه هم بيعملوها على حسب السن ولا على حسب الباك جراوند ولا على حسب الميديكال هيستوري ولا على حسب ايه، انا معرفش. بس بيختاروك، بيقول لك احنا اخترناك ان احنا هنعمل لك اكسترا ريسيرش على مثلا، او اكسترا فحص، يعني فحوصات اكسترا على مثلا القلب. فتروح لسبيشالست فيعملوا لك كل حاجه ويكشفوا على القلب ويكشفوا على كل حاجه، او مثلا على السنان، او مثلا على الدماغ، او مثلا على حاجات كتير. وكل الناس اللي انا لما جالي الجواب ده انا كنت مفكره ان انا بس، او ان انا مثلا كنت من المحظوظين. فاكتشفت ان هم بيبعتوا لكل الناس، كل الناس. والسبب ان هم زي ما انا قلت ان هم يحافظوا على ارواح الناس. ازاي؟ ان هم مثلا يكتشفوا ان في جروب معين من الناس اللي هم عملوا عليهم ريسيرش، خلينا نقول عندهم مثلا كوليسترول عالي، فيعملوا الريسيرش بتاعهم ليه الناس دي عندها كده، ليه الجروب ده عنده كده. وكل بقى يعني كل الامراض، مش بس ده، في كل الامراض، علشان يحافظوا على الناس. علشان مثلا لو في حاجه في السوبر ماركت هم مثلا بيستوردوها من بره، او حاجات بيعملوها، او حاجات بيجيبوها للبلد اللي الناس مثلا بتاكلها او بتشربها، او ايا كانت، في اي حاجه يمنعوها او يقللوها. ليه؟ علشان الناس ما تموتش. عشان السنه اللي هم بدأوا فيها الاتفاقيه دي كان في ناس كتير بتموت بالقلب، يعني سكتة قلبية، او فقالوا احنا لازم نقف وقفة ولازم نعمل ريسيرش ليه ده بيحصل، علشان نقلل من الموضوع ده، علشان ما يبقاش في كمية ناس كتير بتموت بالمرض ده. عندنا هنا كمان من ضمن الحاجات اللي هم بيحافظوا عليها على صحة الناس. انا الفيديو ده علشان الفتنة اللي حاصلة الأخيرة دي فتنة غريبة، انا اول مرة اشوف فتنة كده في العالم العربي بصراحة. وان عندنا في السوبرات ماركت كان في حاجات كتير جدا داخل فيها البالم اويل. طبعا انا مش عارفه هو ايه بالعربي، بس هو اسمه بالم اويل. والبالم اويل ده من الحاجات، هي ممكن تكون الزيوت المهدرجه، بس انا مش عارفه هي صح ولا غلط، بس انا عارفاه بالاسم اللي هو بتاعها اللي هو موجود هنا، اللي هو البالم اويل. فكان في منتجات كتير جدا هنا في النرويج، يعني تخش السوبر ماركت تلاقي مثلا على الرفوف حاجات كتير قوي داخل فيها البالم اويل ده، ومن ضمنها النوتيلا فيها بالم اويل. والبالم اويل ده حاجه خطيره جدا 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 على القلب على المدى البعيد. انا من الناس بحب النوتيلا على فكره وباكلها، بس النرويج بقى بيعملوا ايه؟ النرويج من فتره للتانيه كل فتره يطلعوا بحاجه. احنا يعني مثلا لما لقوا النوتيلا فيها بالم اويل وناس كتير بيشتروها، عملوا حاجه عندنا هنا زي النوتيلا بالظبط ونفس الطعم ونفس كله، معموله هنا في النرويج بس من غير البالم اويل، علشان يحافظوا على الناس. انا بتكلم على حاجات بسيطة، يعني النرويج بتشوف ادق التفاصيل علشان تحافظ على ارواح الناس هنا. كل حاجة يعني بجد. انا اتمنى، طبعا انا عارفة ان فيديوهاتي كلها يعني ما ملهاش اي لازمة، لان انا بقعد اهاتي ان مصر تبقى ومصر تبقى ومصر تبقى، بس انا طبعا عارفة ان هي ملهاش لازمة، عشان ما بشوفش اي، يعني مش هيحصل تغيير، او مش فيديوهاتي هي اللي هتعمل تغيير. انا طبعا كان عندي امل الاول، بس دلوقتي فقدت الامل. ف طبعا هنا زي ما انا قلت لكم ده اللي بيحصل، بيدوروا على الثغرات هنا علشان يحافظوا على الناس. عندهم بيعملوا ريسيرش على كل حاجه. يعني انا دايما لما يحصل حاجه مثلا واشوف حاجه انبهر بيها، يعني حاجه صغيره مثلا حصلت الحكومه عملتها فانبهر بيها، فاجي البيت مثلا احكي لجوزي اقول له واو ده حصل كذا 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 كذا، يقول لي هم يعني انت مفكره ان هم صحيوا من النوم الصبح فقرروا فعملوا ده؟ لا خالص، هم عاملين ريسيرش وعاملين حاجات وعاملين علشان يحافظوا على ارواح الناس. دي النرويج. وانا بصراحه ساعات بفكر احنا ليه بلادنا مش كده؟ مش بس مصر، 3/4 البلاد العربيه كده، يعني مش زي النرويج. فيها فتن،
فيها ان الناس ارواحها رخيصة، فيها ان في حاجات كتير جدا مستحيل تلاقيها في الدول المتقدمة. انا ساعات بيصعب عليا احنا، يعني بيصعب عليا احنا، انا ساعات بقعد افكر كده واقول ايه، اوكي يعني انا خرجت من مصر، انا مش عايشة في مصر، بس الناس اللي عايشة في مصر ما هم دول اهالينا، دول مننا، دول بتوعنا، دول من بلدنا. فساعات بفكر ان هم يعني ربنا يكون معاكم، وربنا يزيح الغمة، وان شاء الله الفرج قريب، انا حاسة والله. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واستنوني فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.